وسط العيشة اللي انت عايشها وغلو الأسعار ومفرمة الطبقات، وتفتح تليفونك عشان تهرب من الواقع اللي انت شايفه، وتلاقي واحد بيقولك عايز تبقى غني، عايز تجيب الفلوس من مجرد بس تليفونك في ايدك، تعالى معايا خليك تجيب اول دولار دلوقتي. يلا من هنا انت تاني. معلش يا جدعان اللي حصل دوت يعني عن المتخلف اللي جه. المهم يعني النهارده هنكلمه عن جنان الفلوس او الناس اللي زي الناس دي، وانا عارف شويه حاجات كده اكيد هتفيدكم، بس المهم ما تنساش تعمل لي لايك تحت وتشترك في القناه كمان عشان تشوف كل جديد. ويلا مع الفيديو. نجيب الموضوع كده واحده واحده. هو ايه هو اصلا هوس الثروه دوت؟ هو انت جاي تحشر لنا اي مصطلحات وخلاص؟ هوس الثروه دوت او جنان الفلوس يعني بمعنى اصح هو السعي والتركيز بغباء ورا الفلوس بزياده لدرجه ممكن توصل ان انت تهمل جوانب حياتيه تانية زي الاجتماعيه والنفسيه والانسانيه والدينيه كمان. وطبعا اكبر الاسباب الهوس دوت الازمه الاقتصاديه اللي حاصله حاليا، وكل حاجه بتغلى كل يوم وانت جيبك ميت مش حاسس. وتاني اكبر سبب اللي طبعا ما يقلش اهميه عن الاولاني وهو التليفون. زي ما قلت لك الاثار اللي بيعملها في البلاي ليست ديت ابقى روح شوفها عشان مهمه جدا. طول ما انت قاعد بتتفرج على الناس اللي بتصرف والاغنياء واللي بتسافر يجي لك وهم الكمال ويتخلق عندك طلبات انت مش محتاجها اساسا، بس زرعتها جواك السوشيال ميديا زي ما عمنا صلاح ابو المجد قال. انت ولا انستجرام؟ بانستجرام بصراحه. بس لقيت الناس كلها قاعده في الانستجرام وانا قاعد هنا في الدقي بفلي عرس، فحسيت ان انا عايز اروح الساحل معاهم. انا عايز اشتغل في وظيفه فيها شغفي. هو انت قبل ما تفتح الانستجرام كنت تسمع عن كلمه شغفي؟ ها؟ لا، يبقى ده مش انت، ده الانستجرام. ايه ده انت جبت الكاميرا عليا ولا ايه؟ مش تقول يا عم. فالمشكله بقى بقله عقل وبقله حكمه بسبب الحاجات العبيطه ديت بيتضغط عليك وبتخش في مشاعر اكتئاب وحزن غير مبرره. حلو قوي، يعني الغنى والتفكير في الفلوس وحش؟ طب انا ماشي يا عم استنى، ما هو برضه الحوار مش وحش زي ما في دماغك. يعني حاجه مثلا زي الازمه الاقتصاديه او الاوقات الصعبه اللي احنا فيها دلوقتي، اي اوقات صعبه بتخلق ثلاث شخصيات هنتكلم عليهم على مدار الفيديو. اول واحد طبعا وهو الايجابي واللي فعلا خلى الناس تفكر في الفلوس، ودي حاجه كويسه وتعتبر كمان كانت حاجه ناس كتير قوي مهملاها وما كانتش مجرد انها حاجه بتيجي عن طريق الشغل وبتروح عن طريق الاحتياجات وبس. والحوار طلع وراه كلام كتير جدا الناس بدات تاخد باله منه دلوقتي، والناس بدات تسال اسئله حلوه قوي زي مثلا او احنا ليه ما بنتعلمهاش مثلا في المدارس. والناس بدات تفهم يعني ايه استثمار ويعني ايه التفرقه ما بين الاحتياجات والعوائز وكل الكلام دوت. ناس كتير قوي في العالم العربي او في مصر بالتحديد ما كانوش فاهمينه. وشوف دلوقتي الشباب اللي طالع والناس اللي بدات تفهم بجد، والبرامج اللي طالعه اللي بتشجع الشركات الناشئه والافكار الجديده. ودي حاجة مهمة جدا ولازم كلنا ننبسط بيها، لأن طبعا من أهم مميزاتها تقليل البطالة ودعم اقتصاد الدولة. لأن أنت برضو لازم تفكر نفس تفكيرهم وتطور من مهاراتك ومن وظيفتك، أو مثلا إنك تفكر إنك تفتح شركة. ليه لأ يا عم؟ زي ما قلت لك تفكر، مش لازم إنك تفتح شركة، ما قلتلكش لازم. لأن برضو مع انتشار موجة الانتربرنورز بقى وريادة الأعمال وكله بقى لازم يفتح شركات ويبقى عنده البيزنس الخاص بيه، وكمية عتا بنت لذينة. وتلاقي واحد عنده 14 15 سنه يقول لك عايز ابقى عندي البيزنس الخاص بيا. ما بالعقل كده لو كله بقى اصحاب شركات، مين بقى اللي هيكبروا الشركات ديت وما يعصبنيش بقى ويخنقني قد الناس اللي بتشتم في الموظفين او اللي يتكلم عليهم بنظره تقليل؟ انت اصلا مالكش الحق انك تتكلم عليهم بالطريقه دي، لان مفيش براند او اسم او شركه في العالم كله ما عليتش الا بسبب الموظفين. كل فرد بيساعد عشان يقدم المحتوى ونقدمه منتج ليه تأثير بجد، وما ينفعش خالص خالص حد يقلل منه او يقلل انك موظف في شركة او ليك مدير طالما انت مبسوط وراضي عن حياتك وتمام. الا في حالة واحدة، انك حاليا مكتئب ومش راضي عن اللي انت فيه، كده في غلطة في حياتك او في دماغك او في اي جانب من جوانب حياتك يعني، ولازم تدور عليه وتحله. غير كده ما حدش ليه الحق ده، وعيش حياتك زي ما انت عايز تعيشها مش زي ما السوشيال ميديا بتطلب منك وبتتحكم فيه. يا عم انا اتجنيت دلوقتي، يعني انا اسعى ورا الفلوس ولا ما اسعاش؟ ما انا اقول لك حاجه برضه، السعي ورا الفلوس حلو بس باتزان. يعني انك تعرف تفرق ما بين سعيك ورا الفلوس وبقيه جوانب حياتك، زي انك مثلا تحدد اولوياتك. سامع بقول لك ايه؟ اولوياتك، وتخليك في اولوياتك انت، وخليك واقعي وفكك من قرف السوشيال ميديا. اللي انت مثلا محتاجه من الفلوس، الحاجات اللي انت هتسدها، وكل ده بالراحه وبهدوء. وان برضو ما تنساش صحتك النفسيه، ودي اول حاجه لازم تسعى فيها بعد دينك على طول. انك تفضل تطور في صحتك النفسيه وفي تعليمك برضو، دي حاجات ما تتنساش. لانك لو وقفت دول وفضلت تسعى ورا الفلوس وبس، هيجي عليك وقت وهترجع لنقطه الصفر تاني. يا اما بسبب الاكتئاب وانك دايما شايف انك لسه محتاج فلوس اكتر، وان سباق الفلوس عمره ما هيخلص غير بموتك. يا اما هترجع لنقطه الفقر تاني بسبب جهلك بالحاجات الجديده وانك ما بتطورش من تعليمك. حاجه زي نوكيا اللي فضلت مقتنعه ان مفيش حاجه اسمها تليفونات تاتش وانها مش مقتنعه بيها،
واتمسحت من التاريخ بسبب الجهل. زي ما السعي ورا الفلوس حلو، برضه ما تنساش الجانب الاجتماعي. وهنا بقى بتكلم على الجانب القريب، ما بقولش ان انت تبقى حبوب للناس كلها زي العيله والقرايب والاهل وشويه صحاب قريبين كده. ولازم برضه تستثمر في اجتماعيتك وتفرق بينهم، وتفلتر مثلا اللي ملوش لازمه، او انك تعرف ناس جديده تضيف قيمه جديده لحياتك، وعن الناس اللي بترجعك لورا واكيد انت فاهم اللي فيها يعني. او مثلا انك ما تبقاش مضغوط وتقعد تفكر كتير قوي. انت في مصيف او في حاجه ترفيهيه، فضي دماغك وعيش اللحظه شويه، ما تقعدش تفكر كتير وتغمم اللي انت بتعمله وهتبوظه، وان فلوسك كده كده هتتصرف. ما تقعدش بقى تفكر كتير انا صرفت كام وعملت كذا وعملت كذا، طب ليه صرفت؟ انت فاهم قصدي؟ ولا هتنبسط باللي انت بتعمله وهتعكنن نفسك على الفاضي، وهتضيع عليك اللحظه وهتبوظ من صحتك النفسيه، وده حاجه غلط جدا طبعا. زي ما الفلوس مهمه، دينك مهم واجتماعيتك مهمه وصحتك مهمه وترفيهك مهم برضه، وحاجات ما تتنساش خالص. كل ده بالفلوس بيدفع. امشي من هنا يلعن. هم دول الاشكال اللي بتطلع علينا بسبب حوارات الفلوس دي، وده بقى بيبقى الجانب السلبي. ويا ريتهم بيظهروا بشكل كويس وبيقدموا قيمه حقيقيه للناس، بيضحكوا على عقول الشباب بكلام غلط ملهوش اي اساس من الصحه، واغلب الناس انتوا عارفينهم طبعا يعني، مش لازم اقول لك مين. المشكله ان في ناس بتصدقهم وبتمشي وراهم، وهم طبعا عن طريق النصب والضحك على الناس هم بقى بيكسبوا فلوس بجد. فلما يطلعوا للناس بقى بفلوسهم بيثبتوا لهم ان هم الكلام اللي بيقولوه صح، وبيفتكروا ان هم ماشيين في الطريق الصح، بس ده طبعا كله ضحك على الناس. اقربهم مثلا الترند الجديد بتاع 1 اكس بت، ويخش لك بقى باحلى حاجه المصريين بيحبوها، ويقول لك مثلا توقع نتيجه الماتش وحط فلوس، ولو النتيجه طلعت صح فلوسك هتتضاعف. فوق يا اسطى، في ايه؟ مش واخد بالك ان ده رهان؟ وطبعا الرهانات حرام ومخالفه للدين، وحاجات بقى زي التداول واولمبي تريد وحاجات مستفزه كتير كده. ولما سالت الصراحه خير تك نبهني الحوار جامد قوي، وقال لي مثلا عندك الناس ديت لما يجي يقول لك انه بيعمل تداول اسلامي او حساب اسلامي والكلام ده اكبر دليل ان هو حاجاته في الاول كانت فيها حاجه حرام، فانت المفروض برضه تشك فيه. انت طالما عملت حساب اسلامي فمعنى كده ان الحسابات التانية ما كانتش اسلاميه او كانت فيها حاجات حرام، فلازم برضو تركز في الحته دي. ده غير طبعا انه فين وفين عقبال ما تكسب بجد، و90% منه بيبقى نصب وناس بتتغذى على الكلام ده، وكل اللي بيعملوه انهم بيشفطوا فلوسك وبس. وانت بقى طبعا المواطن الغلبان اللي بتتشعبط في اي حاجه تحس انها ممكن تطلع لك جنيه سهل. يجي لك بقى الطريقه الجديده المستفزه بتاعت جروبات التليجرام، مش عارف بقى الصراحه بتمشي ازاي، في حاجات منهم تبع اكسبت وحاجات تانية انا الصراحه ما رضيتش ادور وراها. ويجي لك مثلا انفلونسر ميت وريتش عنده واقع، والله حتى كلمه انفلونسر كتير عليه، يمسك التليفون كده ويقول لك ايه يا شباب عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير، يلا خش على لينك التليجرام دوت عشان تكسب فلوس، هتكسب $5000، ابعت لي سكرين من جوه، يلا مستني ايه عشان تكسب فلوس كتير. انت عبيط يا اسطى، يعني بجد انت عبيط. مش بشتمك انت يا عم، انت اتقمصت ليه؟ انا بشتم اللي بينصب عليك وانت للاسف من غلبك صدقته. وباختصار الحاجات دي نصب يا جدعان، وانت اساسا مش بتاخد اي حاجه، وصاحب الرابط دوت او اللي بينشر لك الرابط هو اللي بيبقى مطلوب منه يتدخل عدد ناس معين عشان هو اللي ياخد الفلوس مش انت. بس هو طبعا اسهل حاجه يقنعك بيها يخش بيها الرابط ان انت تكسب فلوس. والمشكله ان في مشاهير كتيره قوي في مصر عملوا الحوار ده، والمشكله ان اغلب متابعينهم ما بتبقاش متعلمه قوي او اطفال، فما بيصدق بقى اي جنيه سهل. وكل القصه دي حكايه بتدور ما بين الشركه والمشهور، وانت اللعبه اللي بيلعبوا بيها عزيزي المشاهد. انا هنا بكرمك وبنورك للصح، اسمع مني. وحاجات طبعا انتم متابعينها زي الحاجات اللي بتحصل مستريح الصعيد وهوك بول والحاجات دي، وحاجات تحزن وطرق غريبه جدا بيتنصب بيها على الناس. طب تفتكر بقى حلقه النصب دي بقى ممكن تخلص ولا الناس تفضل تنصب عليها طول العمر؟ لو عندك راي اكتبه لي تحت في الكومنتات. بالنسبه لي انا الصراحه مش عارف، دي ممكن يتعمل لها فيديو لوحدها يعني. طب كل بقى كلامي دوت بقى وان عمال اقول لك ما تسعاش ورا الفلوس وما تعملش، هل كل ده يخليك تفكر ان انا بدعو لك للفقر؟ طبعا لا. كل اللي انا طالبه منك انك تسعى ورا الفلوس عادي، بس على الهادي شويه، وتدور ورا كل حاجه بتتقال حرام ولا لا، قانونيه ولا لا، نصب ولا مش نصب، حاجات بجد تكسب فلوس. وما تجريش ورا الغنى السريع واللي يقول لك طلع $1000 من الموبايل وحاجات غريبه كده، وتتفرج على بلاي ليست سانتا بيلعب بالفلوس عشان برضه فيها حاجات هتفيدك، وغير كده كمان فيها حاجات كتير قوي هتضاف. وتهتم شويه ببقيه جوانب حياتك زي النفسيه والدينيه والعاطفيه والاجتماعيه، وحاجات ما تقلش اهميه عن الفلوس. ولو انت تحت ال20 ارمي العاطفيه في الزباله دلوقتي. ولو عايز تعرف ازاي تبقى غني وبعقل وبحكمه، اكيد مش هقول لك تابعني، يعني انا لسه ما بقتش غني. بس الفكره انك تدور ورا ناس حقيقيه وناس تتكلم بجد، مش الناس اللي بجد بتبيع الامل. ولما ابقى انا بقى غني واكشف سر اللعبه اكيد هاجي اقول لك على طول، وهنبقى نيجي نظبطها سوا ساعتها. طبعا مش هننسى نتكلم عن الشخص الثالث واللي انت برضه ما تبقاش زيه. عرفنا من اول الفيديو الشخص الايجابي واللي بيحقق وينتج وينجح بجد، والشخص الثاني هو الشخص السلبي واللي بينصب وبيتنصب عليه وبيصدق اي حاجه ورا الغنى السريع. والثالث بقى اللي ولا بيعمل ده ولا ده، هو واحد كده قاعد في النص وماسك فشار وقاعد بيتفرج على ده وده،
وعشان يبقى فاجر بقى ومختلف يشتم الاتنين ويقول لك بقى عليهم نصابين وبايعين الامل ويحط لك الاتنين في خانه واحده تحت مسمى النصب والاحتيال. طب انت عملت حاجه؟ لا. طب جربت تسمع كلام حد؟ لا برضه. ولا حتى اتحركت من مكانك ولا عملت اي حاجه؟ يا عم بقول لك لا. وهيفضل ينتقد في اي حاجه وانه يبين ان هو مميز وخلاص، مع انه هيفضل قاعد مكانه ما بيعملش اي حاجه ولا حاجه بتتغير ولا حاجه هتحصل. لان بالمناسبه رايك مش مهم اصلا للناس دي اذا كان نصاب او مش نصاب، والعجله برضه هتفضل تدور ولا هيحصل حاجه مفيده ليك. فقوم يا ابني بقى اشتغل لك شغلانه وما تعرفناش بقى برايك اللي مش مهم ده. ده انت اللي اتنصب عليه يعتبر احسن منك، هو برضه ممكن نقول انه بيتعلم وممكن يعرف الصح بعدها، انما انت لسه ما عملتش اي حاجه. وبس كده خلصنا الفيديو، يا رب نكون فدناكم، وما تنساش ترزع على اللايك الجميل، ولو اول مره تشوفنا تنزل تشترك تحت في القناه وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد، وتنزل تحت برضه في صندوق الوصف هتلاقي كل حساباتنا، ابقى تابعنا عليها، واشوفكم الفيديو اللي جاي ومع السلامه.